انت ومراتك بتطلقوا وعندكوا ولاد، بصرف النظر مين مبهدل مين، مين ظالم مين واكل حق مين. الولاد دول ملهمش دعوة خالص. لازم تكون اهم حاجة في حياتك ان العيال دي بره القصة خالص. بطلوا بقى حكاية ان اوعى تكلم مامتك، دي مامتك دي اوحش ست في الدنيا، اوعى تشوف باباك ده اوحش ست في الدنيا. يعني انتوا ليه بتدمروا العيال كده؟ ليه بتعملوا كده؟ ودي حاجة في 50-60% من اللي بيتطلقوا. يعني انت بتطلق مراتك مش ولادك، ومراتك بتطلق منك مش من ولادها. فانت لازم تفضل ولادك زي ما هم. بالعكس، بالعكس، ده انت تقول لهم انا ومامتكم هنفضل على علاقة طيبة وكويسين، وتفضل تصرف عليهم. ده لو عندك ذرة مخ، ذرة مخ، انت ولا هي. لازم الولاد تبقى بين الاب والام. مفيش حاجة اسمها الولاد مع مامتهم وخلاص باباهم ديليت، او الولاد مع باباهم ومامتهم ديليت. مفيش حاجه اسمها كده. في ربنا خلق ام واب، وربنا خلق دورك كاب، وربنا خلق دورها كأم، مش بمزاجك ولا بمزاجها. وايه ده؟ في ايه عندك؟ ايه اغلى من ولادك؟ في اغلى من ولادك ايه؟ سيبهم في المكان اللي بيحبوه. خدهم، لازم تاخدهم وهي لازم تاخدهم، ويبقوا الولاد دايما بين باباهم ومامتهم، وبيزوروا باباهم وبيزوروا مامتهم، وباباهم بيصرف عليهم ومامتهم بتربيهم. بلاش الحركات البيئة دي.